السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة نايمين على كل أخبار النادي الأهلي، وكل فسوة، كل فسفوسة، كل حنتوفة، كل بتاع زنطوطة قد كده هي عاملين عليها في الزمالك حبة وقبة. يعني مفيش نادي في مصر بيتكلموا عنه ويقولوا لك انت بتتكلم على النادي اللي بتخليك في ناديك، خرب بيت ابو اللي جابكم. ده انتوا انا مش عارف مش فاهم لكم، انا مش فاهمكم. الاعلام المصري كله اتكلم على الزمالك وشكل الزمالك وعواد وصبحي والفلنة اللي اترمت، وعواد اللي مرضاش يعمل بتاع، وميدو ومشاكله وسحبوا منه ملف الصفقات، والجناين هيصرف الفلوس في البتاع ولا لا، والراجل الرمادي هيقعد 3 شهور في معرس طلع قال كلمة على النادي الأهلي أو على مشاكله خالص. بصوا ولا تقربوا نهائي، ما ينفعش. هو الدنيا كده، هو كده شغل يهود. بصوا مفيش، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، انما على مشاكلنا احنا عادي. يعني حضرمي الفلين ده في واحد عندكم قال على الشرطه لا مؤاخذه يعني عزكم الله، عادي. يعني واحد ضرب واحد بالقلم وسبله دين الاسلام اللي هو دين امي ودين امك، وعادي خالص، ولا حاجه ولا بتاع. امام عاشور طايح في الدنيا، ضرب وشتيمه من الكبير للصغير. كهربا كان من الكبير للصغير في عرس قدر يتكلم خالص. بينما على مشاكلنا احنا على المشاع عادي. يعني عادي. واحد كان المفروض اساسي ما لعبش، غضبان. هو بني ادم يعني، ما هوش ملك بجناحات، غضبان عادي. هتوقع عليه العقوبات وتنفذ عليه اللائحات. ده انتوا بتاعكم النيني اترحل من مش فاكر المعسكر كان فين لمصر، والبيروسول بقى الله يمسيه بالخير. وده احنا يعني قلنا فيها ما في الخمر يا ليل، والحمد لله صدقت نبوءتنا. مفيش عرس جاب السيرة. كان ساعتها تقريبا في حاجة كده على الزمالك او الولاد بتوعنا في الامارات، مشكلة ابو عاد السيد ودونجا ومصطفى شلبي، لبيعة. طب في عرس اتكلم على اللي عمله كهربا والغرامة ال1,000,000 جنيه وخلافه ابدا. عرس اتكلم على غرامة امام عاشور وال1,000,000 جنيه وبتاع. طبعا ما فيش ولا مليون ولا ده الننوس يحكم. الننوس ده اجدع واحد خلقه ربنا منذ بدء الخليقة، يميع الرولز والمبادئ والدين، ولا يفرق معاه حاجة. الغاء. بصوا ميكافيلي بقى ايه وبتاع ايه ولا مين ولا خالص. ده الننوس ده هو اللي بدع حدوتة الغاية تبرر الوسيلة، هو الذي ابتدع. يعني المفروض يعني ده يتكتب باسمه. واحد يقول لك انت بتغلط فيه ليه في الكابتن؟ كابتن عليكوا على اللي جابك يا اخو، كابتن عليكوا على اللي جابك. وانا لما اجي اقول رايي فابقى بغلط؟ اتعلموا بقى يا جماعه، عيب بقى، عيب. ما انا مش لازم يعني امسك مصحف وابقى متوضي وانا بتكلم على الخطيب. يعني عادي خالص يا جدعان، عادي. كلم يا بابا وقول اللي نفسك فيه، وقول اللي انت عايزه. انا لو قلت له حاشا لله يعني عفوا لامك ولا ابوك ولا
على دماغنا، ما الكلام ده ما بيحصلش. انما انا بقول رأيي عادي، عادي بنتقده، عادي بنتقد حركاته وتصرفاته وبتاع، انما من غير غلط، من غير غلط. هو اقول لك فريدم اوف سبيتش، حرية الرأي، بس من غير غلط، ما بنغلطش. راجل طبعا قيمة وقامة، فاحنا ما بنغلطش ولا خايفين ولا على راسنا بطح، بس ما بنغلطش، بنقول رأينا بمنتهى الأمان. وانتوا اللي بتخلونا يعني نسلك هذا المسلك ده. انتوا لو دخلتوا على التعليقات ولا على الخاص وشفتم، مفيش عادي خالص. ممكن اتكلم الاقي نقد، الاقي شتيمه، الاقي بتاع مش عارف ايه كده. اول ما اجيب سيره الخطيب، يا ربنا يا ربنا يا رب، اقسم بايمانات الله حسين الشحات سب دين الاسلام ودين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما في ضغط ده انا الشتمت عشان طلع بقول يا مسلمين، الشتمت، انا الشتمت، وعمالين يبرئوا الراجل في سبه لدين الاسلام. انما الخطيب ما حدش يغلط فيه، الخطيب فوق بتاع. هو برضه بقولها لكم وصراحة فكروا فيها، لو انا كلامي ما عجبكمش دي مش قضيتي. انا مثلا مش بطلع يعني بخطب ودكم ولا لايكات ولا خرا عليكم على دماغكم وعلى اللي جابكم، ولا في دماغي خالص القضية دي. انا مش لا انا فاضي اصلا ولا في دماغي. انا بس بطلع ببعبع من الهم اللي انا شايفه من المسؤولين عن الرياضة عندكم. بصراحة الحمد لله ان انا مش موجود يعني. نفسي تشربوا بريل وتنضفهم وتبقوا رجال، نفسي. مصر اكبر من هذا، مصر دولة عافية، المفروض يعني تاخدوها في حتة تانية. انما طول ما فيها امثالكم، اتفضل خشوا على كل المواقع الرياضية واليوتيوب والفيسبوك وكل شيء، فحد بيقول خبر سلبي على النادي الاهلي او الخطيب او خالص خالص. كل الميديا صبحي، كلها صبحي، عواد، ميدو، الرمادي. الرمادي لسه يا جماعه لاعب ماتش وتحس بالتغيير، يعني تحس ان في تغيير، وما اتغلبش ده في اثناء الماتش، كسب مرتين وتعادل، ولسه ماسك من يومين ما اتغلبش على اللي حصل واللي جرى والهجوم واللي طبعا انا مش عايزين لك تملك اصل انت يعني انت اكبر قوة في مصر، والدليل ان الحكام ضدك والفار ضدك والرعاة ضدك والمسابقات ضدك وكل الدنيا ضدك. وشوف انت تالت وبتحارب وتقاتل وتدافع وهم كل الدلع اللي في الدنيا ويا دوبك خدوا اول، وبنقول لهم لسه الاماني ممكنه، ما تفرحوش قوي، لسه في شويه، بس نفسي يعني تكسبوا كوره، نفسي يبقى في كوره اللي هي الايه، الفير جيم، نفسي. ما تعرفوش هو الخطيب هيبقى مش عارف ايه والدنيا تبقى لازم يكسب، لازم الاهلي يكسب، عرف، دستور، عدل بقى مش عدل، ما توجعش دماغنا يا عم، الله يصلح حالك. احنا مظبطين الدنيا فما تصدعناش، عارفين انتوا الحدوته هو كده يعني يا جماعه، هو كده، مش فيه لوايح وفيه اصول وفيه ده عندها اوكي. بس تطلع مثلا ما يعجبكش اللي عمله بوجلبان، فبتتكلم يعني عادي. ما هو كان يعني جت على بوجلبان، ده في غير بوجلبان رضا شحاتة وعماد النحاس وكل مدربي النادي الاهلي، على حتى علي ماهر
كان يجوا قدامنا يكسر الدنيا، يروح قدام الاهلي يلبس حاجه غريبه الشكل، رغم انه مدرب كفء وحاجه تفرح على ما بصراحه، وهو قريبا قوي يعني. هتلاقوا مثلا مدرب منتخب مصر بتاع الحاجات دي مفيش. ده بس نفسي الناس اللي عماله تقول الرمادي وما ينفعش وبس يمسك ال4 شهور دول ونجيب مدرب اجنبي. ما احنا يا جماعه جبنا 2 مدربين اجانب ودونا في 60 داهيه، علاوه طبعا على التحكيم والفار والدنيا. انا فاهم اللي انا بتكلم فيه، انما المدربين برضو كان احد الاسباب يعني. ما تدوا للراجل فرصته. هو الرمادي ده شويه مدرب وكفء وكفايه الناس اللي الزملكاويه المحترمه بتقولوا عليه، وان كان في زملكاويه كتير طالعه بتهاجمه ومش عايزه تديله فرصه، ناس محترمه كتير يعني، اذا كان شادي عيسى ولا صبحي عبد السلام ولا بتاع، انا مش فاهم في ايه. طب ما تسيبوا يا جماعه الراجل يشتغل، سيبوه ياخد فرصه، سيبوه ياخد فرصه، مش كده. لا وما ينفعش ولازم اجنبي، ويجي ان شاء الله حتى تعادوا معاه دلوقتي ويقعد مش عارف ايه. انما الرمادي بس ال3 4 شهور دول حتى لو خد كاس مصر بتاع ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما احنا جبنا الاجنبي اهوت، ما هو شلحنا. مفيش. يعني حاجات كتيرة في دماغ الواحد، شوية لبخ، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا من بصراحة. يعني انا نفسي يبقى فيه هدوء، ويبقى فيه بتاع، وزي ما بتتكلم عليا، انا ما بتكلمش بقى عليا انا كراجل زملكاوي بطلع اشلحهم عادي، انا راجل زملكاوي فده حقي. انما الاعلام، اعلام سيبك من شوشو ده رقاصه يعني، ما تاخدش على كلامه. لو مسكوه طبلبه وبياكل عيش خلاص بقى يعني، بياكل عيش الراجل فماشي. انما انا بتكلم عن الناس التانية، المفروض حتى تعدل، تتكلم مثلا على البتاع يعني. ما تقنعنيش مثلا ان النادي الاهلي عايش في السموم في الايه والحاجات الجميله دي كمان جايز يعني. برضه اكيد عندهم بلاوي سودة، بلاوي سودة. بس يعني اذا كان اصلا بيبقى في ضرب وشتيمه وبتاع، والراجل اللي عمر كمال عبد الواحد كانت دراعه يروح وبتاع مش عارف ايه خالص خالص. ويبقى هم عارفين، وعارفين ان احنا عارفين، واحنا عارفين ان هم عارفين ان احنا عارفين، وهم عارفين ان مش احنا بس اللي عارفين، ان الكل عارف. بس هو سياسة، وبكره كل يوم بجديد، فبكره هتتنسى. اسرق واجري. طب بعدين هو بس طلعت الليل هيطلعوا يهوهوا شويه، وبعد كده خلاص انتهينا. هيبقى في جديد بكره والبتاع، وارمي بقى على اي حاجه في الدنيا حد يعرف اي خبر عن النادي الاهلي؟ في ميديا بتتكلم في اي حاجه عن النادي الاهلي دلوقتي خالص؟ يعني ايه الفرخ شبانه طلع بيقول لك الخطيب رئيس النادي الاهلي حتى 2029. يا عم اتنقل على عينك يعني، يا عم اتنقل على عينك. ان شاء الله حتى يبقى لغايه 33 يكمل ال8 سنين. يا انا من عيش يا سيدي يعني. هيعمل ايه اكتر من اللي بيعمله يعني؟ بوظ الكره المصريه. قعدت تقولوا مرتضى منصور هو السبب في كل الاحتقان وكل القرف وكل اتفرجوا عليه هو وشوشو. هو وشوشو. ما صدقنا الدولة اتعدلت وقال لك قانون ال8 سنوات، قلنا هيغور ونرتاح ونكسر وراه قلة. يعني طلعت قلت اصبر على جار السو لا يرحل لا تجيله مصيبة تاخده. اهو راحت. يقول لك لا 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 ال8 سنوات مش بأثر رجعي. ليه؟ الحناجر طلعت صدرت للرأي العام ان قانون ال8 سنوات الوزير عامله نكاية في الخطيب عشان الخطيب ما يمسكش تاني، وسيب بقى لابو المعاطي، وسيب للفرخ شبانه، وسيب لفلان وعلان، وكل الميديا الاهلاويه صدرت للراي العام ان دي يعني ايه كذا، والاهلي يسكت. لا ازاي
يبعت بقى المجلس الأمن والأمم المتحدة بتاع يلا.